الدرس الخامس من سلسلة تعلم جرافيك ديزاين عن طريق الموبايل. في الدرس ده حنشتغل التصميم ده خطوة بخطوة. كل الصور والتطبيقات المستخدمة موجودة على قناة التليجرام. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. اللهم احفظ البلاد والعباد. في الدرس الخامس من سلسلة تعلم جرافيك ديزاين عن طريق الموبايل. في الدرس ده إن شاء الله حنشتغل التصميم ده خطوة بخطوة. للشيخ الداعية الإسلامية محمد سيد حاج. ربنا يرحمه إن شاء الله. كل الصور والتطبيقات المستخدمة حنلقوها موجودة على قناة التليجرام. الناس تطبق معي أول بأول خطوة بخطوة. الناس اللي ما شاهدت الأربع دروس الأوائل أتمنى إنها تشاهد الدروس معي وتطبقهم عشان تيجي تشتغل معنا الدرس الخامس وتكون بدأت معنا الدورة من البداية. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا. طيب خلونا نبدأ الدرس. أول ما يفتح معنا البرنامج بتاع بيكسلاب، تعال نختار الصورة بتاعت الشيخ محمد سيد حاج. الصورة أنا مبدئيا زي ما قلت المرة اللي فاتت في الصورة بتاعت طيب صالح، أنا مبدئيا حقص الصور وحجهزها لكم على أساس إنه الناس اللي قدام حنتعلم كيف نقص الصور إن شاء الله في الدروس الجاية. طيب الصورة بتاعت محمد سيد حاج، تعال نقص الصورة. تلقى حاجة اسمها اختصاص قص، تمام. قصها لي من هنا الحتة المقصوصة دي، تمام. الصورة طيب خليها سنتين هنا في النص. تعال اختار الخلفية. هي الخلفية حقتنا. طيب خليها للخلف. آسف. تعال أنا الشفافية اللي للشفافية مثلا خليها 60، تمام. أقفل الخلفية عشان ما تتحرك معانا. الصورة بتاعت محمد سيد حاج نفس الحكاية، حنحمل الصورة لأبيض وأسود زي ما عرفنا في الدرس اللي فات. مرشح ألوان حيوية حنخليها صفر، اللي بتلاقينا أبيض لأسود. حنيجي نعمل الدائرة اللي هي في خلف التصميم، حنختار اللون بتاعه. تعال أعمل اللي هي بين الخلف تحت كبيرة شوية، اللي هي في النص. هذه الصورة بتاعت محمد سيد حاج. تعال نرفع الدائرة شوية. الصورة بتاعت محمد سيد حاج. تعال نكتب النص. النص حخلي لكم في التليجرام، الناس أعمل لكم بس. عاوزك أنت تكون شغال، تكون شغال مستمتع، ما عاوزك تمل، ما عاوزك تمل. الناس تطبق معاي حتى النص بيكون موجود. أعمل له كوبي وأعمل له بيست. اشتغل بيه. طيب خط. تعال نختار الخط مثلا بكرة عريض. طيب تعال نصغر الخط مثلا خليه أعمل طبقة تعصر. تعال الخط حجمه مثلا نخليه 25 مثلا، 25. تعال أعمل حاجة اسمها تنسيق، عرفناها في الدرس اللي فات. تنسيق لحد ما تظبط معك. بعد ما تنسيق اختار التنسيق خليها في النص، تمام. تعال بعيد الأسطر هسه شوية. طيب تعال نعمل خط عشان نكسر لنا القطعة حقت الصورة. طيب اللون الأسود شطر. فصل بسيط حاج. كفينا خلاص ما نحتاج ليها. نقفل الدائرة. نعمل دي. تعال نعمل الخط اللي فوق.
تعال نعمل الدائرة اللي تحت نكتب خليها مثلا كده. تعال نعمل الخط أساس نكتب في الحتة دي اسم الشيخ ولا السيد حاج. طيب نكتب الاسم الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. طيب تعال نختار الخط، نختار خط السمس الزخرف. طيب هنختار اللون سيد محمد شيخ محمد سيد حاج. نعمل مربع صغير اسمه نعمل مربع، نعمل الشفافية 0، نعمل العرض مثلا 4 أو 3 خلينا نقول كبير سيكون المسافة. تعال القطر اللي هي مثلا 15 اللي هي متوسطة في النص، دي متوسطة في النص. طيب محتاج نعمل شنو؟ طيب صفيف بعيدنا الكتابة شوية. نرفع صورة محمد سيد حاج، نرفع الصورة بتاعت محمد سيد حاج. طيب ارفع شوية، صورة الدائرة ارفع شوية. طيب ارفع الكتابة شوية. وسط مربعة. تعال وسط الكتابة، أهم حاجة يا جماعة الشغل يكون في المنتصف. طيب تعال نمسح ليه مثلا من هنا لحد كده مناسب. طيب نمسح لسه شوية على اليسار عشان نتبعد. تعال نعمل دائرة باللون الأسود. نعمل لها نسخ، خلي الدائرة دي الجهة الثانية كمان. خلينا نرفع الصورة بتاعتي اللي هي مع اللي هي دي. طيب حلو جدا. تعال خلينا نعمل نقاط اللي بنعمله كل مرة تصميم عشان التصميم ما يكون فاضي. هي الهدف منها إنه التنسيق للتصميم حقنا. تعال نعملها 90، نعمل دوران تدوير اللي هي 90. طيب الناس دائما كانت تكبر الدوائر، فخلي الدوائر حجمها مناسب. التصميم كله من الكتابة الكبيرة كله ما بيقى مزعج في العين. حاول بقدر الإمكان خلي الحاجة صغيرة. تعال نعمل المثلثات اللي جنب دي عشان نملى التصميم. الهدف إنه نملى التصميم ما أكتر من كده يا ناس. طيب تعال خليه مثلا دي الثانية نقلل شفافيتها مثلا 70. نعمل تاني مثلث تاني خليه شفافية مثلا 40. طيب
الان كده التصميم هو جاهز وخلصناه. زي ما الناس عارفه المره اللي فاتت اديتكم حاجه اسمها حفظ مشروع. ليه حفظ مشروع؟ عشان انت ترجع للتصميم في اي وقت من الاوقات، بعد يوم، بعد اسبوع، بعد سنه، بعد 3 سنه، تعدل على التصميم بتاعك. التنويه انه حفظ المشروع بياخد مساحه من الذاكره هي اكثر من الصوره، يعني تقريبا 15 او 20 او 30 حسب التصميم بتاعك. فاللي قدام انا حوريكم وين بتلقى المشاريع في الذاكره حقت التلفون عشان لو عايز تمسحهم تمسحهم. هتيجي تضغط في الحفظ، حفظ المشروع، حتقوم تحفظ المشروع بتاعك. مثلا محمد سيد حاج دورة جرافيك ديزاين، فبتحفظ حسنا كده. الان المشروع ده موجود، انا في اي وقت من الاوقات بيجي التصميم ده بلقاه قاعد موجود بعدل عليه. فبالختام الله سبحانه وتعالى انه وفقنا. كل تطبيقات الصور المستخدمه بتلقوها موجوده في قناه التليجرام. الناس تشتغل معي اول باول خطوه بخطوه. الناس اللي ما شاهدت الدروس اللي فاتت حتلقاها موجوده في قناه اليوتيوب، الدرس الاول الثاني والثالث والرابع. الناس تطبقوا معي تعالوا الدرس الخامس. ان شاء الله بعد فتره قصيره جدا حنعرف كيف نقص الصوره، كيف نغير الالوان ونرفع الجوده حقتها. ان شاء الله كلهم حيجوا بعد الدروس الجايه ان شاء الله. فهذا الله سبحانه وتعالى انه وفقنا. في الختام شكرا.